مسا على حبايبي الغاليين، صلوا على النبي كتير وتعالوا نبدأ فيديو جديد. يلا وحشتوني قد الدنيا. بدأت اليوم معكم من بدري، من اول فطاري، مش من بدري من اول ما صحيت، لا، من وانا بحضر الفطار نفسي من ما دخلت المطبخ. عملت كوبايه اعشاب عشان القولون كان جايب اخر، واللي هيسالني الاعشاب دي هي هقول له المورينجا. ف قلت يعني ابداها كده ايه بدل قهوه، لا نبداها بحاجه كده تكون خفيفه عشان تلطف على المعده وعلى باقي الامعاء، برضو نظبط عليهم لان هم مبهدليني الفتره دي. وكمان عملت ساندوتش جبنه وجرجير، وطلعت بقى حتى اكلتهم كده وشربت المشروب ده في الروقان. وبعد كده دخلت على المواعين بسرعه، قلت قبل ما البنات يجوا علشان كان ورانا تمرين ولسه في مواجب عايزه تتكتب وفي شقلباظ هيحصل. فصلى على النبي كتير وحد الله. ولو انت لسه مش متابعاني فايتك كتير قوي قوي قوي. لسه لو انت هنا على الفيسبوك فايتك اللي على اليوتيوب، الفيديوهات هناك طويله وممتعه للغايه، هتشغلي جنبك وهتسليكي طول ما انت بتعملي مصالحك. ولو انت على الفيسبوك، ولو انت على اليوتيوب وما تابعتنيش على الفيسبوك، هناك هيفوتك حاجات كتير، هزار وضحك والستوري بتاعتي انا واختي، حاجات جميله كده ولذيذه. الموضوع رايح في حته تانية، حاجات كده تغير مودك وتغير يومك، منتجات ازاز، حاجات كده للبيت، حرفيا هتغير الديكورات بتاعتك وهتغير نظام البيت. فهسيب لكم الستوري في تحت الفيديو، فما تنسوش تدخلوا هناك وتنوروني وتشرفوني وتسالوا على الاسعار، لان في تخفيضات الفتره دي جامده جدا. انا اقول لاختي نعمل تخفيضات، هي تقول لي لا، اقول لها نعمل عشان بس المتابعين ايه هم غاليين عليا، لا والله لازم ندلعهم، لازم نظبطهم. فوصلنا اخيرا لاسعار هتظبطكم وهتريحكم على الاخر. والبنات اللي بتبقى مختلفه على طريقه اللهم صل على النبي، على طريقه الشحن، حبيبتي الغاليه، انا اهم حاجه ان انا الاقي اللي يوصل لك منتجات ازاز بسلام. ليه؟ لان انا دورت كتير 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 علشان الاقي حد يوصل حاجات يعني توصل كويسه، مش لاقيه غير بصعوبه، لان كل الناس بيقول لك ازاز، لا لا لا، ما بنوصلش قابل للكسر. فانتي قدري ان انا بحاول ادور لك على كل الطرق علشان الموضوع يوصل لك بسلام. صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام. وطريقتين الشحن، الطريقه الاولى شركه الشحن، ودي تبقى سعرها مرتفع سنه، ودي بتيجي من عندي انا من البيت وبتروح لحد بيت حضرتك. تمام جدا، تمام خالص، بس بتاخد وقت يعني من 3 ايام لاسبوع. والطريقه الاولى البريد، واللي انا بفضلها صراحه، لان ايه، انا رفع شعار التوفير ثم التوفير للعميل الجميل ده اللذيذ. تمام. ف اللهم صل على النبي، بتبقى السعر بتاعه اقل بس بيقعد من اسبوع ل10 ايام. وفي كلا الحالتين المنتجات بنغلفها ولله الحمد كويس جدا، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ويرزقنا من حيث لا نحتسب، انا وانتم بحق لا اله الا الله. فالمنتجات بتوصل لك ان شاء الله بامرك يا رب، توصل لك في امان تام، والحاجه تبقى زي ما هي. تمام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فما اسمعش فلحوسه تقول لك لا ومش لا. ويا بنات، تمن الاوردر بيتشحن زي ما انا بجيب الشغل بتاعي، انا بشحن، انا ببعت للراجل الفلوس قبل ما يبعت لي الشغل، والله هذا حصل. وبنات كتيره ولله الحمد اتعاملت معانا وهم بيبقوا عرفوا اصحابهم وقرايبهم علينا، بيقولوا لا عشان نستفيد اكتر من العروض والخصومات اللي بتعملوها. فايتك كتير قوي يلي لسه ما دخلتش على الستور، خدتكم في دوكه وبتكلمناش غير على الستور. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. المواعين كانت كتير شويتين، لان كانت في مواعين بايته من امبارح، وانا قلت ايه، كنت امبارح تعبانه لان جوزي جه متاخر، وصراحه لما بيجي متاخر ببقى بصدق ان هو ساعات بياكل وساعات ما بياكلش. لو هياكل بحضر له الاكل وعلى بال ما ياخد دش وكده ويروح للفراخ، عشان جوزي مربي كام فرخه كده كتكوتات لزاز، طول اليوم بيصوتوا وجعوا لي وداني، فالحمد لله. فما فيش مشكله يعني، باتوا ما حصلش حاجه. كتبنا المواجب وغيرنا ولبسنا ونزلنا رحنا اللهم صل على النبي النادي. البنات كانوا هنا في الميه وانا كنت باخد استراحه محارب. كان نفسي في كوبايه ايس كوفي، بس للاسف ما كانش فيه في المكان. كان في قهوه سخنه بس انا ما كنتش عايزه قهوه سخنه. هنا كانت الاطفال بتتمرن، اطفال لذيذه، يبان من بعيد ان هم احباب الله غلابه، بس هم مش غلابه، ده هم مطلعين عين ابونا. فالحمد لله هنا كنا برضو خلصنا التمرين وغيرنا وروحنا. البنات كانوا بياخدوا دش وانا حميت صالح واخدت دش في السريع ودخلت احضر الاكل علشان لسه هياخد وقت في الفرن. وانا كنت هعمل ايه كام حاجه كده، شغل دوره غسيل على الهدوم بتاعه النادي، يعني في حاجات كده في الخلفيه ما حدش يشوفها غير الام اللي بتعاني. والحمد لله يعني انا عن نفسي مبسوطه بده، مبسوطه ان عندي القدره ان انا اخلص بيتي، مصالح بيتي من غير ما احتاج لحد.
بطلب المساعده، ما بطلبش المساعده ليه؟ انا مش روبوت يا حبيبتي. بس في الاغلب بحاول اسيطر على بعض الامور، عشان ايه؟ بالذات الحاجات اللي بتبقى باينه كبيره دي، لان بتبقى دايما هتحسيها ايه؟ بتزغلل عينك، تقول لك انا اهو، انت مش شايفاني، انت متجاهلاني ليه؟ عفوا. برد الصيف اسوأ من برد الشتاء بمراحل. فهنا كنت مقطعه بطاطس قبل ما امشي ومحضراها، علشان يعني لما اجي ما استناش لسه هقشر ومش عارف ايه. تمام، تمام جدا، تمام خالص، تمام قوي. لو انت لسه ما صليتيش على النبي، صلي على النبي، حطي كومنت حلو بس صلي على النبي، حطي لايك جميل زيك، وتابعيني لان فايتك كتير. تمام، تمام قوي. يلا بينا. هنا دي شويه كركم، شويه اللهم صل على النبي، لون زعفران. عندك ما عندكيش تكتفي بالكركم، مش هيحصل حاجه يعني. وشويه ملح وشويه كزبره ورشه من الفلفل الاسود. عايزه تحطي شطه دي حريه، بس انا ما حطيتش لان عايزه صلوح هياكل منها. فهرص البطاطس بطريقه معينه وادخلها الفرن. الفرن كانت شغاله من يجي 5 دقايق. احطها في الشبكه اللي في النص تقعد 10 دقايق. تمام. وعلى بال ما هي تطلع انا هشكل الكفته واحطها تبرد ايه، هحطها تتماسك شويه في الفريزر، عشان لما اجي احطها كده يعني ما تسحش مني وتروح في كل حته على البطاطس. لا، انا عايزاها تبقى ايه، ماسكه نفسها، تبقى محترمه كده، بنت ناس، تفضل مكوره ولا مقوره ولا مدوره، ايا كان الشكل اللي هتعمليه. بلجأ الاكله دي ليه؟ في الاوقات المستعجله، علشان صراحه بتنجزني. هحطها في الفرن واعمل الرز على البوتاجاز، والاكله كده تكون خلصت. البطاطس بتاعتها باللحمه، كل حاجه تكون خلصت. الكفته دي جاهزه متبهره ومحطوط لها بصل وفلفل وكل حاجه، مش محتاجه بس غير انا اجهزها، اصبحها ولا اكورها. هنا كنت جهزت الخضر اللي هحطه مع الكفته والبطاطس. عملت طماطم وجزر وفلفل. حطي فلفل حراق، حطيه فلفل حراق كده، يبقى اللي عايز حته يحطها في الساندوتش بتاعه. لكن ما حبيتش ان انا احط ايه، اللهم صل على النبي، ما حبيتش احط شطه بودر عشان هتبقى لازقه في كل حاجه. هنا جيت اعمل الرز، والرز انا هعمله ابيض. هحط عليه ملح ومعلقه سمنه بلدي او زيت زيتون براحتك. الاخف. انا الفتره اللي جايه ان شاء الله هشتغل بزيت الزيتون بس، لاني ممنوعه من الزيت، ممنوعه من السمنه البلدي. فصلوا على النبي كتير وحدوا الله. هنا كان عدى 10 دقايق، البطاطس مسكت نفسها، قاعد لها على الحلو تكه. طلعتها، حطيت عليها الكفته بعد ما خرجت الكفته من الفريزر، لان انا حطيت الكفته في الفريزر عشان تمسك نفسها زي ما قلت لك، زي يعني احطها كده ما الاقيهاش ايه، ساحت كده وبهوقت، شكلها اتغير وبقي شكل عشوائي قوي. فالحمد لله، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض. ربنا يغنينا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، ويعيننا ويقوينا. حبي اللي بتعمليه، حبي ولادك، حبي بيتك. مضغوطه معلش، انت والجنه تحت رجليكي، والامومه مش بالساهل، والرحله متعتها في الرحله نفسها مش في الوصول، انك تقولي خلاص هيكبروا وخلاص مش عارف ايه. لا، استمتعي بطفولتهم اللي هتجري منك بسرعه عشان انت كارهاها، ولما يعدي الوقت تندمي عليها. حاولي تشاركيهم حاجات كتير. بتعصب بتضايق جدا، خلقي بيضيق يا لهوي، محدش زيي، بس بحاول اغير من نفسي واصلح من نفسي الفتره الجايه. فقولوا لي لو في حاجه بتعملوها بتشجعكم على كده، ناخد افكار من بعض، لان حرفيا انا صفر الطاقه، 0%. تمام. وما عنديش بربع جنيه طاقه ان انا اقوم، يعني اللي هو يلا بنتي غير حاجه، لا انا مش قادره، انا عايزه حد يشدني. فالحمد لله على كل حال. شايفين الحلاوه، شايفين الابداع. والله العظيم انا مش عارفه قنوات الطبخ تاهين عني فين. طب والله انا ابداع، والله انا يعني كليه فنون جميله تديني سقف. لوحه يا ولاد، لوحه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. شوفي حاجتك الجميله هتبقى احلى واحلى واحلى، هتقلي من نفسك ومن حاجتك، الناس هتشوفك معلش يعني تحت رجلين الفراخ. فصلي على النبي كتير وحد الله. هنا جهزت حبه السلطه وقطعتها، وطلعت قعدت على الكنبه اتفرجت مع العيال على التلفزيون، وعملت شويه سلطه خضرا كده فقلبك، شويه جرجير بقى على فلفل على طماطم على فلفل حراق، حاجه كده دلع. هنا اللهم صل على النبي، الصينيه دي كانت طلعت من الفرن، وهنديها تقليبه كده. هنا بصي الكفته بعد ما تقلبيهاش وهي لسه كده، لا قلبيها بعد ما تكون عدى عليه 5 دقايق مثلا، هتكون مسكت نفسها، ابتدت تاخد لون. فانت تقلبيها بقى كويس، عشان ايه؟ الصوص اللي بيبقى نازل من الكفته على الخضار، الموضوع كله ياخد من بعضه، ويبقى كله كده متنكه، البهارات مع الكفته مع، لا دي كده هنا في لذاذه. سيبكم من المواعين اللي هناك دي، كله هيتعمل وكله هيخلص. واحنا من امتى المواعين كانت يعني مش موجوده في الحوض؟ هنا كان الحمد لله الرز استوى. غرفت بقى خلاص، ان غرفت الرز في الاطباق. الرز الابيض ده مزاج مع معلقه الرز والحبهان
انا عامله الحبهان والورق اللوري والقرنفل طحناهم علشان ما بحبش ان هم ربما يروحوا لاي حد كده ولا كده. تمام. الحمد لله على كل حال. لسه بنوته والله بتقولي لما نزلت على الصوره على الفيسبوك بتقولي انا اعرف دايما ان الكفته جنبها مكرونه، اول مره اعرف ان الكفته جنبها رز. حبيبه قلبي انا عمري ما عملتها جنب المكرونه ابدا، بس عامه هي اذواق وقبول. انت قابله الطعم ده مع ده، انا مش يعني عادي، وهعملها الفتره الجايه مع مكرونه واجربها اشوفها حلوه ولا لا. بس تجربيها انت كمان مع الرز مع شويه سلطه الطحينه. الطحينه بالزبادي يا لهوي، بس ايه اكسترا بقى ليمون، يعني حطي بدل ما تحطي نص حطي ليمونه كامله على علبه زبادي ومعلقتين كبار طحينه، وميكس بقى ميكس 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 مع شويه كمون وشويه اللهم صل على النبي، شويه ليمون وشويه كمون ورشه شطه، وتقلبيهم كويس. والف هنا على قلبك والله العظيم في قلبك. الحمد لله على كل حال. ربنا يطعمنا دايما ويرزقنا من حيث لا نحتسب، ويجعل بيوتنا عمرانه، ويستر على كل المسلمين في بلاد العالم، يستر على اخواتنا في كل حته، ويطعم كل جاي على وجه الارض. اتمنى الخير للغير. لو عندك وجبه زياده طلعيها لله، لعامل نظافه، الجار، لاي حد انت عارفه وعلى درايه ان هو محتاج، لان ربنا هيحاسبك وهيسالك عليه. احنا هنتحاسب وهنتسال على بعض، لان خيركم خيركم لاهله. ولو انت اهلك مش محتاجين فجيرانك هتحتسب من اهلك. ده بيقولك اختار الجار قبل الدار. الجار هينفعك في كل حاجه، هيفيدك في كل حاجه. لو حصلت حاجه لا قدر الله، ربنا يبعد عنكم الاذى والشر كله، جارك يلحقك قبل قرايبك اللي هتتصلي بيهم. فربنا يعينك ويقويكي وينجيكي من كل ضيق. وزي ما هتحاولي تفرجي هم مسلم وتفرجي عنه الكربه اللي هو فيها، حاولي تطلعوا صدقات كتير، لان بجد المرض بيروح بالصدقات. ربنا يذهب عننا المرض والوباء والغلا وكل حاجه وحشه. ربنا ينجينا ويعفي عننا. فهنا خلاص خدت الاكل وطلعت بره، اكلنا وتمام. طب يلا بقى نحبس. بالنسبه لي انا ندلع نفسنا، ندلع المسائل. وللاسف طلع عندي مقاومه انسولين، وممنوعه ان انا اشرب لبن طبيعي. فالفتره الجايه ايس كوفي هيقل 90%. فالحمد لله على كل حال. حضرت الايس كوفي بتاعي، بس هنا كنت بصبه معاكم. حطيت ده مج من الشغل بتاعنا الستوري، واللي ما دخلش هناك فايته كتير. هنا حطيت الشوكولاته على الجناب بتاعه المج، ونزلت بالقهوه، وحطيت التلج وحطيت اللبن، وهنميكس نميكس نميكس نميكس. صلوا على النبي كتير. واحد لا لوحه فنيه والله، مش بقول لكم فنانه، ده ناخد 10 من 10. صلوا على النبي كتير. واحد بالله. ولو انتم مش متابعين الحقوا تابعوا، عشان العروض هتخلص بسرعه، لان البنات ما شاء الله اكبر ضغط على العروض، وبتاخد ليها والقرايبها والحبايبها كلهم. فربنا يحسن ايدينا ما بين ايدينا، ويعيننا ويقوينا يا رب. تكون صفاتي ولو معلومه واحده. سلام.